كنافة على البوتاجاز بدون فرن، سهلة وسريعة واقتصادية وطعمها حلو جدا إن شاء الله. توكلنا على الله ونقول بسم الله ونشوف الطريقة والمقادير. معايا هنا نص كيلو من الكنافة، أنا بجيبه كده وبحطه في الفريزر حوالي نص ساعة بتجمد كده معايا، وبعد كده ببدأ أفتتها زي ما انتوا شايفين. هضيف على الكنافة معلقتين من السكر البودرة، نص كوباية لتلات ارباع كوباية من السمنة السايحة، وكمان رشة فانيليا. هبدأ أقلبهم كلهم مع بعض بالشكل ده. الصينية بتاعتي مدهونة بالسمنة، وهبدأ أجيب الكنافة بتاعتي، أنا بعملها سادة، وهبدأ أنكس كده كل الكنافة اللي معايا وهضغط عليها لحد ما أخليها متساوية تماما. هحطها على نار متوسطة وأقلب فيها، ما بسيبهاش أبدا. أول ما بتلاقي الأحرف بتاعتها فكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقلبها على الصينية التانية وأرجع أردها للصينية تاني، وأحطها حوالي 5-6 دقايق على نار هادية. بفضل على البوتاجاز كده الف فيها كاني بسخن عيش بالظبط. ونسقيها بالشربات البارد اللي هو عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، وعصير ليمونه، وكيس الفانيليا بيغلوا مع بعض 10 دقايق، واطفي عليها واسيبها تبرد تماما. اول ما بتسقيها غطيها وسيبيها تبرد، وبعد كده كليها بألف